تخيل معايا تكون عايش حياتك بشكل طبيعي بس فجأة ومن غير اي مقدمات بتصحى من النوم وبتلاقي نفسك في مكان غريب ما تعرفش هو فين ولا بقالك فيه قد ايه اصلا. بتكون فاقد الذاكره ومش فاكر اي حاجه عن حياتك، وبتقابل مجموعه اشخاص زيك بالظبط ما حدش فيهم فاهم حاجه، وبتعرف ان الحياه في المكان ده مش سهله تماما، وانك مضطر تحارب وتقاتل وحوش قويه جدا علشان تجيب فلوس تعيش بيها. فلو متحمس انك تعيش التجربه دي وتبقى بطل الحكايه ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده، عايزين نوصله 7000 لايك، وتصلي على النبي وتدعي لاخواتنا في فلسطين بالنصر العاجل. وشكرا جدا على الدعم الجبار اللي كان على القناه الفتره اللي فاتت، فيا رب تخشوا الجنه. وهيا بينا نبدا سرد الحكايه. بتبدا قصتنا مع ولد اسمه هارو، واللي كان مجرد ولد عادي عايش حياته زي اي حد، بس فجاه وفي يوم من الايام بيصحى من النوم ومش بيبقى فاكر اي حاجه عن حياته قبل كده، وبيلاقي نفسه في مكان غريب مش عارف هو بقى فيه ازاي. فبينادي بعلو صوته علشان يشوف لو حد معاه في المكان، وبيلاقي بالفعل اشخاص بترد عليه، فبيمشي ورا الصوت لحد ما بيخرج بره المكان اللي هو فيه ده. بيكتشف ان هو مش لوحده اللي هناك، ومعاه مجموعه من الاشخاص بنفس حالته، ومحدش فيهم يعرف التاني ولا يعرفوا هم فين اصلا. فبيقرروا يسالوا شخصين من اللي لابسين دروع واقفين جنبهم، فبياخدوهم على محل الاسلحه، وهناك بيقابلوا واحد مريب كده اسمه بيوري. بيوري ده بيقول لهم ان هم في مدينه اسمها اوروتانا، وان هو رئيس ومضيف مكتب القمر الاحمر لفرقه المتطوعين على حدود اوروتانا. لكن محدش فيهم بيكون فاهم حاجه من الكلام ده، فبيتعصب واحد منهم اسمه رينيجي وبيقول له يا عم ما تقول لنا احنا فين وايه فرقه المتطوعين دي. فبيخرج بيوري سلاحه وبيشد رينيجي ناحيته وبيهدده وبيقول له بلاش تكلمني كده، انا مفيش حد كلمني كده، وفضل عايش. بعدها بيخرج كيس فيه عملات معدنيه وبيقول لهم ان كل كيس فيه 10 عملات فضيه، كل واحد فيكم هينضم لفرقه المتطوعين هياخد كيس منهم، وده هيساعده في المصاريف شويه اليومين اللي جايين. بعدها بيطلع شراره رسميه للفريق وبيقول لهم ان ثمنها 20 عمله فضيه، ولكن سواء اشتروها او لا فده مش مهم، المهم ان هم يكونوا اقوياء والا هيموتوا. بيتصدموا من كلامه وبيسالوا رينيجي طب احنا مطلوب مننا نعمل ايه بالظبط، فبيقول له ان انتم محتاجين تقتلوا الوحوش، ولو هزمتوهم هتاخدوا منهم الغنايم وتبيعوها، لكنه بيحذرهم لان البقاء على قيد الحياه مش حاجه سهله، وان هم ممكن يموتوا في اي لحظه، وبيقول لهم المهم انكم ما تستسلموش. بنعرف ان على حدود العالم اللي هم فيه ده واللي هو اسمه جريمار وحوش كتير جدا معاديه للبشر، ومهمه سريه الدفاع عن الحدود هي مطارده الوحوش دي والقضاء عليها، لكن الجيش كله كان مشغول في حمايه مدينه اوروتانا، وعشان كده كانوا محتاجين متطوعين. فبيقرر رينيجي والاشخاص الاقوياء اللي معاه ان هم يشتروا الشراره الرسميه من بيوري وينطلقوا في طريقهم لصيد الوحوش. اما بقى بطلنا والخمس اشخاص اللي اتبقوا وشكلوا مع بعض فريق، وكمان قرروا ان هم يعيشوا مع بعض، والفريق بيكون مكون من بنتين وهم يومي وشهوره، واربع اولاد وهم رينيتا وموكزو، وبطلنا هارو، واخيرا القائد بتاعهم اللي هو مانيتا. كل واحد فيهم دفع 8 عملات فضيه علشان ينضم لواحده من النقابات، وحاليا بقى كل واحد فيهم معاه عملتين، وبظروف الحياه اللي هم فيها دي فممكن تكفيهم لمده اسبوعين وبس، وعلشان كده فهم لازم ياخدوا بالهم من ناحيه المصاريف. بيقرر بطلنا انه ينضم لنقابه اللصوص بعد ما استشار ميناتو، واول ما بيروح للنقابه بيقابل بنت غريبه برضه اسمها باربرا، بتقول له ان هي هتكون مسؤوله عن تدريبه ولازم يواجهها لمده 7 ايام، وفي اخر ال7 ايام دول هتبقى تديله لقب زي باقي اللصوص. وبالفعل بعد ما ال7 ايام بيخلصوا بتديله لقب القط الهرم. وبالشكل ده بقى بطلنا لسه اما موكز فبقى محارب، ورينتا بقى فارس ظلام، ويومي بقت صياده، شهور بقت ساحره، اما ميناتو فبقى كاهن. ولكن برغم ده الا ان مجموعتهم كانت لسه ضعيفه، وبنشوف ده لما بيخرجوا كلهم للصيد، وبيقرروا ان هم يصطادوا 2 من الوحوش اللي اسمها الجوبلين، واللي تعتبر اضعف انواع الوحوش في الغابه. وعلى الرغم من ضعف الوحوش وفريق هارو اللي عددهم اكتر من عدد الجوبلين بفرق ملحوظ، لكنهم ما بيكونوش عارفين يواجهوهم وبيتصابوا منهم كتير كمان. بس لحسن الحظ ميناتو راهب وعنده قدره الشفاء اللي بتساعدهم في التخلص من جروح المعركه. وفي النهايه بعد ما بيفشلوا بيرجعوا البيت، وبيصحى هارو تاني يوم متاخر، وبيلاقي ميناتو بيقول له قوم علشان تفطر معانا، فبيفتكر ان كان دور النهارده يحضر الاكل، فبيقول له ميناتو مفيش مشكله انا حضرته لما شفتك تعبان من القتال بتاع امبارح. بيعتذر له هارو، بعد كده بيروحوا يفطروا كلهم مع بعض، وبيطمن ميناتو عليهم لان قدره الشفاء بتاعته بتلم الجروح لكن مش بترجع الدم المفقود. بيتفقوا بعدها ان هم يخرجوا للصيد مره تانية، ولكن المره ده هيقتلوا وحش واحد بس علشان يقدروا يمسكوه. لكن رينتا بيكون متضايق وشايف ان هم بالشكل ده هيفضلوا دايما يهربوا، وانه مش هيقدر يحصل على اول فيصل في النقابه، ودي غير ان رينيجي ومجموعته متقدمين عنهم بكتير. فبيقول له ميناتا ان هم محتاجين ياخدوا حذرهم وما يتهوروش لانهم مش في لعبه، لكن هارو مش بيفهم قصده بكلمه لعبه، وبيقول له دي ايه الكلمه دي. والغريب ان كمان حتى ميناتو ما بيكونش عارف معناها، ودي ما بتكونش المره الاولى اللي يحصل معاهم فيها حاجه زي كده. في احيانا بيقولوا كلام مألوف لكن ما بيكونوش فاهمين معناه، وبيحسوا ان الكلام واقف على طرف لسانهم لكنهم ما بيعرفوش يقولوه. ولما بيخرجوا للصيد بيلاقوا 4 من الجوبلين مع بعض، وبالشكل ده خطتهم بتفشل. بس المشكله كمان ان كل الفلوس اللي معاهم خلصت، ومش معاهم فلوس يشتروا فطار حتى، لدرجه ان وحوش الجوبلين بقت بتاكل اكل احسن منهم. لما بيوصلوا ليوم ال13 من وجودهم في المدينه دي، ولما بيصحى هارو من النوم بيلاقوا ميناتو جاي من بره وريحته غريبه كده. بيساله هو انت كنت في الحانه، فبيقول له ايوه لان في متطوعين هناك وانا كنت بحاول اجمع اي معلومات. بيتكلم ميناتو معاه بيقول انه بيفكر يغير المكان اللي هم قاعدين فيه ده، لانه سمع ان في مكان فيه وحوش جوبلين كتير لوحدهم ومش مجموعات زي ما موجودين هنا. بيشكروا هارو لانه بيعمل كل حاجه وهم نايمين، وبيقعدوا يتكلموا مع بعض بعدها عن النقابات بتاعتهم والمشاكل والصعوبات اللي بيواجهوها في التدريب. وبيتفاجئ هارو ان حتى ميناتو هو كمان بيتزعق له هناك. واثناء ما هم بيتكلموا بياخد باله من القمر، فبيقول في نفسه ان هو ما يعرفش هو مين ولا كان عايش فين ولا يعرف المكان ده ولا حتى وصلوا ازاي، بس كل اللي هو متاكد منه ان في مكان ما فيهوش القمر الاحمر ده. وتاني يوم الصبح بيروحوا علشان يصطادوا الجوبلين في المكان الجديد اللي ميناتو سمع عنه، واول لما بيوصلوا بيلاقوا جوبلين
موجود لوحده على الشاطئ. بيعملوا خطه للهجوم عليه وبيستعد كل واحد فيهم لدوره علشان يهاجموه من غير ما ياخد باله، لكن رينتا ابن الخنزيره بيجري ناحيته وهو بيصرخ، فالجوبلين بيكشف مكانهم وبيطلع يجري. بيجروا كلهم ناحيته علشان يوقفوه، وبتضرب يومي اسهم ناحيته علشان تمنعه من الهروب، وفجاه بيقف رينتا وهو بيجري بسبب الاشجار اللي بتمنعه. فبيوصل هارو اول واحد عند الجوبلين، وبالشكل ده بقى مضطر يهاجم رغم ان ده مش دور اللص اساسا. بالفعل بيهجم هارو عليه وبيبدا القتال، لكن الجوبلين بيكون قوي ومعاه سيف بيساعده، وكان على وشك انه يصيب بطلنا، لكن لحسن الحظ الفريق بيتدخل في اللحظه الاخيره وبينقذه. بيحاولوا ان هم يحاصروا الجوبلين وبعد كده يهاجموه لحد ما رينتا بيطعنه في كتفه، لكن الطعنه دي ما بتكونش كفايه علشان تموته. الطعنه دي بتخلي الجوبلين يتعصب وبيصرخ من الغضب، وبرغم ان هم ما بيكونوش فاهمين كلامه لكن بيحسوا بمعناه، فهو بيحارب في الاخر علشان ينقذ نفسه. وبرغم ان ابطالنا كانوا متعاطفين معاه لكنهم بيكملوا هجوم لان ما عندهمش اي طريقه تانية يجيبوا بيها فلوس علشان يعيشوا. انه صراع البقاء يا صديقي. فجاه بيرمي الجوبلين السيف بتاعه ناحيه هارو وبيصيبه في دراعه وبيجري ناحيته علشان يخلص عليه، لكن هارو بيمسك خنجر وبيضربه في رقبته، وبيروح رينتا يضرب الجوبلين وبيبعده عن هارو وبيضربه مكس الضربه الاخيره على راسه علشان يتخلص منه. بالفعل بيقع الجوبلين قصادهم من غير اي حركه، فبتروح يومي تشد الخنجر من دراع بطلنا وبيستخدم منته سحر الشفاء وبيشفي الجرح بتاعه. بيروح رينتا بعد كده يجمع الغنائم من الجوبلين وبياخد منه عمله فضيه محطوطه في سلسله وفيها مخلب حيوان. بعدها بيبص رينتا للجثه وبيكون عايز ياخدها لمسبح النقابه، ولكن بيكون في مشكله ان مش هو اللي قتله، وانه علشان يقدم الجثه وياخد الفايز من النقابه لازم يكون هو اللي قتله. رينتا بيتعصب على موجز علشان اداله الضربه الاخيره، ولكن الصدمه والمفاجاه ليهم كلهم ان الجوبلين بيطلع لسه عايش. فجاه بيمسك السيف بتاعه من جنبه من على الارض وبيحاول يهجم عليهم وبعدها يهرب، لكن رينتا بيجري وراه بيمسك السيف بتاعه وبيفضل يطعن فيه لحد ما يتخلص منه تماما. بعدها بيقعد جنبه وهو مصدوم وبيعيط، وبسبب اللي حصل كلهم بيكونوا في صدمه لان دي اول حاله قتل يعملوها. بعد شويه بيروح ميناتو وهارو علشان يبيعوا الغنائم اللي اخدوها من الجوبلين، وبعدها بيقرروا يفترقوا وكل واحد فيهم يعمل حاجه مختلفه لباقي اليوم. بس رينتا بيكون متاثر جدا من اللي حصل، حتى هارو بيلاحظ فبيروح يتكلم معاه بيقول له انت شكلك كان مخيف شويه زي فرسان الظلام، بس ابسط يا عم في الاخر اخدت الفايز اللي انت عمال تقول عليه. وبيساله هو ايه الفايز ده وهتعمل ايه في النهايه لما تجمعه، فبيقول له رينتا ان ممكن يستدعي بيه شيطان، فبيقول له هارو الشيطان ده هيعمل ايه في النهايه، فبيقول له انه ممكن يهمس له في ودنه لو في عدو قرب منه. في الاخر كلهم بيرجعوا للبيت علشان يناموا، بس هارو بيكون قلقان وعايز يتكلم مع ميناتو علشان ياخد رايه في كذا حاجه زي العملات النحاسيه اللي هم كسبوها وهل هتكفهم وهيكونوا كويسين بالشكل ده ولا لا. ولكن فجاه اول لما بيتكلم الكلام بيختفي من باله وبيطمن نفسه ان كل حاجه هتكون بخير، وكأن في حاجه بتمنعهم من قدرتهم على الكلام مع بعض. اما رينتا بيرجع لطبيعته في نهايه اليوم وبيقرر ابن الخنزيره انه يروح يتجسس على بنات زي العاده، وبرغم ان هارو الباقيين بيحاولوا يوقفوه لانهم يقعوا في مشكله بسببه لكنه بيرفض. بيسمعوا على اللي في دماغه لما بيجي يطلع على الحيطه علشان يتجسس على البنات، الحيطه بتتكسر وبيتكشف وبيقعوا كلهم في مشكله بسببه. وتاني يوم بيضطر هارو وباقي الاولاد ان هم يعتذروا على اللي رينتا عمله، بالرغم ان هم ما عملوش اي حاجه، في حين ان رينتا كان شخصيا رافض يعتذر. بيقاوح مع يومي بيقول لها ان هو ما عملش حاجه وان الحيطه دي وقعت قضاء وقدر، ولكنه بيقع في الكلام في الاخر وبياخد قلم على وشه من يومي. فبيقرروا ان هم يخرجوا يصطادوا، ولكن مش بيلاقوا اي وحوش موجوده، وبيستمر الحال ده يوم ورا التاني. مش بيكسبوا اي فلوس في الوقت ده حتى الهدوم اللي هم لابسينها بدات تبوظ وبيحافظوا عليها على قد ما يقدروا. وبرغم ان الهدوم في البلد اللي هم كانوا فيها ما كانتش غاليه، لكن المشكله ان هم كانوا فقراء ومعهمش فلوس يشتروا غيرها، كانوا بيضطروا ان هم يغسلوا الهدوم بالليل ويناموا من غيرها ويلبسوها تاني يوم الصبح. وعلشان كده كان هدف بطلنا انه بعد ما يقتل اول جمله ليه انه يشتري هدوم لنفسه، ولان ما كانش في اي وحوش في المكان اللي هم فيه فبيقرروا يغيروا المكان ويروحوا المدينه اسمها دامورا واللي تعتبر مركز للجوبلين. ولكن المشكله ان الجوبلين اللي موجودين فيها كانوا اقوياء جدا وعددهم كتير وصعب ان هم يحاربوهم، وعشان كده قرروا يروحوا المدينه قديمه علشان يستهدفوا الجوبلين المنفصلين عن مجموعاتهم. ورغم ان ده هيديهم فرصه اكبر علشان يقابلوا الجوبلين، ولكن ده برضه هيعرضهم لخطر اكبر. اول لما بيوصلوا بيقرروا يستخبوا في مكان وبيخرج هارو يستكشف المكان بدلهم. بيلاقي جوبلين نايم فبيرجع بسرعه يقول لهم علشان يخرجوا يقتلوه، وبيعملوا خطه كالعاده، والمره دي بيتقسموا المجموعتين. اول مجموعه بتكون هارو وميناتو ورينتا، وبتكون مهمتهم ان هم يحاولوا يقربوا من الجوبلين من غير ما يصحى، وبكده هيكون اسهل ان هم يقضوا عليه. اما يومي وشهوره هيدعموهم بالسحر والاسهم بتاعتهم من بعيد، وموجزا هيتدخل بالسيف لو احتاجوه. بالفعل بيتحركوا ناحيه الجوبلين وبيقدر هارو انه يطعنه بالسيف بتاعه، ولكن الضربه دي ما بتكونش كافيه لقتل الجوبلين. فجاه بيقوم من النوم وبيحاول يضرب هارو وبيبعد السيف بتاعه عنه، فبيضربوا ميناتو بالرمح اللي كان معاه وبيقدر يتخلص منه بسهوله. بعدها بيبداوا يجمعوا الغنائم، ولحسن الحظ بيكتشفوا ان الجوبلين ده كان معاه 4 عملات فضيه ده غير المخلب بتاعه. ورغم فرحتهم بالنتيجه اللي وصلوا لها لكن ميناتو بيحذرهم، بيقول لهم ان مش كل مره الصيد هيكون سهل زي ما حصل المره دي، وعشان كده لازم ما نقللش دفاعاتنا ابدا، وبياخدهم علشان يدوروا على فريسه ثانيه. الواد ميناتو ده بيحب النكد قد عينيه، لكن رينتا بيقول له انت كلامك صح وكل حاجه بس بلاش تبوظ فرحتنا يا عم انت، فما فيش مانع ان احنا نحتفل عادي. ومن الوقت ده فقرروا ان هم يستهدفوا الجوبلين اللي لوحدهم ويقضوا عليهم واحد ورا الثاني. وعلى الرغم ان هم احيانا كانوا بيقابلوا مجموعات جوبلين متكونه من 5 افراد او اكتر، الا انهم ما كانوش بيفكروا يقربوا منهم اصلا لانهم كانوا بيعانوا في قتال 2 من الجوبلين مع بعض. ولكن على الرغم من كده كانوا بيستمتعوا بالتجول في المدينه، وكانوا بيرسموا مخططات وخرايط وبيحطوا اهداف لنفسهم، وكمان اتعلموا طبيعه الطرق في البلد لدرجه ان هم كانوا بيحسوا بالتوتر لما بيروحوا مكان مش موجود على الخريطه بتاعتهم. ومع اول غنيمه يبيعوها قرر بطلنا انه يروح يشتري هدوم لنفسه، واخيرا بقى عنده هدوم جديده بعيد عن الهدوم المقطعه اللي كان لابسها. بعدها
بعدها بيرجع يتكلم مع ميناتو وبيقول له ان بالوضع بتاعهم وطريقه تفكيرهم الحاليه دي قربوا ان هم يكونوا متطوعين. فبيقول له ميناتو ان هم اساسا متطوعين ولكن هم لسه في رحله التدريب مش اكتر. اثناء كلامهم بيرجع رينتا وموجز وهم شايلين شنط اكل كتير وبيقولوا ان هم فصلوا حلو قوي وعشان كده جابوا كميات كبيره من الاكل. لكن هارو بيبقى خايف ان كميه الاكل الكبيره اللي جابوها معاهم دي تبوظ وبيفضل يتخانق مع رينتا. بيقطع ميناتو كلامهم وبيقول لهم مفيش مانع ان احنا نصرف الفلوس على الاكل والهدوم الجديده، لكن انا بفكر دلوقتي ان احنا نجمع فلوس علشان نتعلم مهارات كمان. فبيتفخر رينتا عليهم وبيقول لهم عندكم حق، فانتوا مش هتقدروا تتعاملوا مع مهاره فرس الظلام بتاعتي لما اقويها واسقلها. فبيتخانق هارو معاه تاني بيقول له يا عم هو انت هتقرفنا بالمهاره بتاعتك دي، انت اساسا ما عندكش غير مهاره واحده. ساعتها رينتا بيرد عليه وبيقول له يا عم عندك حق بس انت ما تعرفش المهاره بتاعتي دي لو قويتها واتدربت عليها تبقى قوتها عامله ازاي. واثناء ما هم بيتخانقوا بيلاحظ رينتا التمثال الخشبي اللي على شكل جوبلين اللي مع موجز، فبيساله هو انت اشتريته؟ فبيقول له لا انا عملته بنفسي. فبيتفاجئ رينتا من الموهبه اللي عنده وبيساله اذا كانوا يقدروا يبيعوه. فبيقول له موجز ان هو ما كانش بيعملها علشان يبيعها لكن هو النحت بيحسسه بالهدوء. في الوقت ده كانت يومي موجوده مع شهور وبتتكلم معاه عن الهدوم الجديده اللي اشتروها وبتلاحظ دبوس الشعر اللي كانت شهور ماسكاه. الدبوس ده ميناتو هو اللي جابه لها هديه، ومن الواضح ان شهور بدات تعجب بميناتو بس مش بتبين ودايما بتتجنبه. وبالليل قبل النوم بيقعد ميناتو يسجل يومياته وبيفضل هارو باصص له علشان يتكلم معاه، بس فجاه مش بيقول له اي حاجه وبيشكره. بيستغرب ميناتو انه بيشكره فجاه وبيقول له ان هو اللي المفروض يشكره ويشكر الباقيين لانهم اصحابه اساسا. بيرد هارو عليه بيقول له ما تفهمش كلامي غلط، بس انت تقدر تعمل صداقات مع ناس تانية او تطلب من اي حد انك تنضم لمجموعته. فبيقول له ميناتو ان هو ما فكرش في الموضوع ده قبل كده، ومن الواضح ان هو ما بيحبش يطلب اي حاجه من حد. المهم هارو بيفضل يتكلم معاه شويه وفي الاخر بيقول له المهم انك صاحبنا والقائد بتاعنا وكانت هتحصل مشاكل كتير لو ما كنتش انت موجود. بيفرح ميناتو وبيحس بالامتنان من كلام هارو وبعدها بيقول له يلا ننام علشان لازم نصحى بدري. تاني يوم بيخرجوا كلهم لاصطياد وحش الجوبلين والمره دي بيقتلوا اكتر من وحش في نفس الوقت، وبيستخدم رينتا مهاراته الجديده وبنكتشف ان مش هو بس اللي اكتسب مهارات جديده، كلهم اكتسبوا مهارات جديده وكانوا خايفين يستخدموها في ارض المعركه، لكن المره دي كانت مواجهه الجوبلين مش سهله وكان لازم يستخدموها الا مش هيكون عندهم فرصه بعد كده. بتبدا يومي انها تستخدم مهارتها بعد رينتا والمره دي اختارت مهاره لها علاقه بالسيف مش بالقوس، وبما ان الصحراء بيقدروا يستخدموا قوه العناصر فقررت شهور انها تتعلم سحر عنصر الظلام، واول مره عملتها قيدت العدو لشويه وقت، ده غير ان قوه التصويب بتاعت هجماتها اتحسنت كمان. اما ميناتو معالج في نقابه الكهنه زي ما احنا عارفين وكان ممنوع ان هو يستخدم الانصال وعشان كده اتعلم مهاره التحطيم لانه محتاجه بما انه القائد بتاعهم. وموجزي كانت المهاره الجديده بتاعته هي ضربه الغضب واللي عن طريقها بيقدر يستخدم قوه الرياح. بيستمروا في قتال الجوبلين بمهاره، ده حتى ريندا كان مبسوط لانه جمع 3 فايس من الوحوش. بعد ما بيخلصوا في وسط فرحتهم بيقعدوا كلهم ياكلوا مع بعض وبيتكلموا عن المشاعر بتاعتهم، وكالعاده ريندا بيتخانق مع يومي وفجاه بيضحك ميناتو وبيقول لهم ان هم بقوا مجموعه كويسه فعلا وبقوا قادرين ان هم يقتلوا 3 جوبلين مره واحده. بيبدا بعد كده يقول مميزات كل واحد فيهم وبيقول للمجزي انه بقى زي الدبابه ويعتبر الدرع بتاعهم، فهو ضخم وقوي بيرهق اعدائهم وبيستخدم السيف كمان. وبعدها بيقول لرينتا ان هو كمان جامد خصوصا وقت الهجوم، فهو الوحيد اللي بيندفع واحيانا ما بيعرفوش هيتقدموا ولا تراجعوا من غيره. بيقول لليوم ان هي اشجع واحده فيهم ولكن بصفته معالج فهو عايزه تاخد حذرها لانه متاكد ان لو حصل اي حاجه هتكون هي اول واحده تتحرك للمساعده. بتتفاجئ وبتقول له ايوه انا مش بخاف بس انتوا تصبروا عليا لاني مش صياده ومش بعرف استخدم السيف. فبيقول لها ان كل واحد فيهم عنده حاجه يعرف يعملها وحاجات لا، وكويس ان هم بيعرفوا يغطوا على نقاط ضعف الباقي. بعد كده بيتكلم عن شورو بيقول لها انها مدركه كل حاجه حواليهم وسحر الظلام بتاعها بيستخدم علشان يبطئ ويقيد حركه العدو، وعشان كده لما اي حد فيهم بيحتاج مساعده بتساعده بيه. وبيقول لها انت اتعلمتيه علشان كده صح؟ فبتقول له ايوه وبتتكسف. فجأة الدنيا بتغيب شويه فبيحس ميناتو ان بقالهم كتير قاعدين واللي احسن يتحركوا، فبيتحمس رينتا علشان يكملوا الصيد وبيقوموا كلهم. هارو في الوقت ده بيبقى عايز يعرف راي ميناتو عنه بس لما بيلاقوهم ماشيين بيقول خلاص مش مشكله تتعوض مره تانية، الايام جايه كتير ومش هنطير من بعض يعني، وده اللي كان فاكره بس للاسف في الواقع مختلف. فجأة وهم ماشيين بيهجم جوبلين على ميناتو بالسهم بتاعه لكن هارو بيشوف السهم قبل ما يصيبه وبيروح يزوقه ويتصاب مكانه هو، فبيهجم الجوبلين ده مره تانية على رجل هارو، فبيستخدم ميناتو سحر الشفاء بتاعه بيعالج جروحه بسرعه، وفجأة الاوضاع بتسوء اكتر. بتظهر مجموعه كامله من وحوش الجوبلين اللي بيقتلوهم من غير اي رحمه او تردد، لكن هارو والباقيين بيتجمعوا مع بعض وبيهربوا منهم في النهايه. بس لسوء الحظ وهم بيهربوا بيهجم واحد من الجوبلين بسهم على ميناتو وبيتصاب في ظهره لكنه مش بيبين ده للباقي. بيكمل هروب معاهم لحد ما بيوصلوا لمكان امن يرتاحوا فيه، وفجاه بيقع ميناتو وبينهار قصادهم، فبيتصدموا كلهم وخصوصا هارو وبيحاولوا يخليه يستخدم سحر الشفاء بتاعه لكنه مش بيقدر. فبيسالوا هارو بخوف ايه اللي المفروض يعمله دلوقتي علشان ينقذه، فبيجاوبوا ميناتو بضعف وبصوت منبوح وبيقول له انا اسف ولكني معتمد عليك، وبعدها بيموت. هارو بيفضل مصمم ان هو ينقذه وبيحاول يوقف النزيف، ولما بيلاقي ان مفيش اي امل بياخده ويروح للكاهن بتاعه اللي اتدرب عنده وبيتوسل لانه ينقذه مهما كان المقابل. فبيروح الكاهن لعند جثه ماتيو، اول لما بيشوفها بيتنهد وبيقول لهم مفيش اي حد بيقدر يرجع الموتى، لكن هارو من صدمته ما بيكونش مصدق، فبيقول له الكاهن ده الواقع وكل اللي تقدروا تعملوه لصاحبكم دلوقتي هو انكم تعملوا له جنازه تليق بيه، وده عن طريق انكم تحرقوا جثته وتدفنوا الرماد بتاعها، وبيقول لهم لو ما عملتوش كده هيتصاب بلعنه ملك اللا حياه وهيبقى خادم عنده، وكمان بيحذرهم وبيقول لهم ان قدامكم 5 ايام بحد اقصى، وبيقول لهم كمان ان في حالات الجثث
الجثث بتاعتها بتتحرك بعد 3 ايام بس. فبتنهار شهور لما بتسمع الكلام ده، وبيقول لهم الكاهن ان هو مستعد يدفع الفلوس بدلهم لو ما كانوش معاهم فلوس. فهارو بيتعصب عليه وبيقول له لا طبعا هندفع، فدي اقل حاجه نقدمها لصديقنا. بيروح يدفنوه. بعد كده بياخد رينتا حاجته وبيقول لهم انه هيمشي. فبيتفاجئ موجزو بيقول له هتمشي على فين؟ فبيقول له انت مش مهم فين، وبيسالهم انتوا ناويين تفضلوا في المكان ده لحد امتى؟ بعدها بيزعق وبيقول لهم ان مفيش معنى لكل اللي انتوا بتعملوه ده. فبتروح يومي تضربه وتهزقه، وبعدها بتنهار من البكاء. وبرغم كده رينتا ابن الخنزيره بيسيبهم ويمشي، اما باقي الفريق ما بيكونوش عارفين يتصرفوا ازاي في الموقف ده، فهم لسه ما استوعبوش ان ميناتو مات خلاص. بيروح رينتا لاحد الحانات وبيبدا يشرب فيها. فهارو وموجزو بيروحوا وراه يقعدوا يتكلموا معاه. بيطلب لهم مشروبات لكن هيرو ما بيكونش عايز يشرب. فبيرد رينتا عليه وبيقول له ان ميناتو كان بيجي للحانه دي من وقت للتاني، فبيقرروا كلهم يشربوا. واثناء ما بيتكلم رينتا معاهم بيقول لهم ان ما بقاش عارف يستحمل كل ده، فهو مش بيقاتل الوحوش علشان عايز كده، وان ما حدش فيهم ما كمان بيعمل اللي هو عايزه. وبيقول لهم ان هو ناوي يوقف ويسيب عبط الفرسان والمحاربين والكهنه وكل الكلام ده. فبيساله هارو بيقول له طب انت ناوي تعمل ايه بعد ما توقف؟ فبيقول له رينتا انا مش هعمل اي حاجه. فبيرد عليه هارو بيقول له احنا بنعمل ده لان ده اللي نقدر نعمله. فبيساله رينتا بيقول له مين اللي قرر ده بقى؟ فبيتعصب هارو عليه وبيقول له طب ما انت عارف ان احنا ما عندناش اي خيار تاني. ولما بيحس موجزو ان هم هيتخانقوا بيحاول يهديهم، لكن رينتا بيكمل بغضب وبيقول له ازاي هنعملها بعد ما موجزو مات؟ ازاي هنعملها وهو ما بقاش موجود ده في النهايه؟ ولحد اخر لحظه قبل موته كان مضطر انه يستخدم سحر الشفاء بتاعه علشان يعالجك. مش بيعرف هارو يرد عليه، بس بيفضل متعصب هو ورينتا. وفجاه بيتعصب موجزو هو كمان وبيضرب على الترابيزه بغضب لدرجه انه بيكسر الكوبايه بتاعته. بيقول لهم اسكتوا ده مش وقت نتخانق فيه، احترموا صاحبكم حتى اللي لسه ميت. بيحس هما الاثنين بالخوف وبيجيبوا وراه وبيسكتوا فعلا. وبعد ما بيهدوا بيسالهم موجزو هو المفروض نعمل ايه دلوقتي؟ فبيقول له رينتا ان ما كانش بيقول لهم الكلام اللي قاله ده بشكل ياس وخلاص، ولكنه فكر في الموضوع واستنتج ان هما مش هيعرفوا يكملوا من غير ميناتو. فبيتكلم هارو بياس وبيقول له مستحيل احنا مش هنعرف نعمل حاجه، ده حتى الاكل والنوم محتاجين فلوس. فبيقول له رينتا خلاص ندور على اي شغل تاني. في الوقت ده بيفكروا هارو بقواعد الفرسان بتوع الظلام، وبيقول له انه مش هيقدر يوقف طالما بقى واحد منهم. وفجاه اثناء حيرتهم بيجي واحد اسمه كاكوكاوا، وده كان معاهم اول مره اتقابلوا فيها لما وصلوا المدينه. بيسالهم عن احوالهم وبيقول لهم انا بقالي كتير ما شفتكوش في المدينه، لكن ميناتو كان بيجي الحانه دي كتير، امال هو فين صحيح؟ فبيرد رينتا عليه وبيقول له انه مات امبارح. فبيحس كاكاوا بالحزن وبيقول يا خساره كان ولد طيب وانا بحبه، ومن الواضح انه كان بيعتمد عليك كتير يا هارو. بيساله رينتا عن احواله فبيقول له ان هو انضم لمجموعه شخص اسمه توكوموني والدنيا ماشيه معاه كويس. بعدها بيقول لهم هو ميناتو كان كاهن مش كده؟ فبيقولوا له ايوه. فبيقول لهم من الافضل انكم تفكروا هتعملوا ايه دلوقتي. فبيقول له رينتا انه مش هيعرفوا يعملوا حاجه لان ما عندهمش كاهن في فريقهم. فبيقول له كاكوكاوا طب ما تدور على واحد. فبيقول له ان مفيش حد هينضم للفريق بتاعنا. فبيرد عليه كاكاوا بيقول له يا عم عيب اللي انت بتقوله ده وانا موجود، انا مظهري كده بس عندي معارف كتير جدا. بالفعل تاني يوم بياخدهم كاكاوا علشان يوريهم الكاهن الجديد، واللي بنكتشف ان هي بنت واسمها ميري. فبتحاول يومي وشورا ان هم يرحبوا بيها، ولكن هي بتتجاهلهم ومن الواضح ان التعامل معاها مش هيكون سهل. بتسالهم ميري بعد كده اذا كانوا ناويين يروحوا دامورا دلوقتي. فبيقول لها هارو ايوه ممكن نروح. فبتطلب منه ان هو يكلمها بصراحه. فبيقول لها ان هم هيروحوا للمدينه القديمه علشان يستهدفوا الجوبلين. فبتقول له خلاص امشوا انتوا وانا همشي وراكم. وكانت بتكلمهم الكلام ده وكانها مش طايقاهم. فبيتعصب رينتا عليهم وبيطلب منها تعدل اسلوبها شويه، لكنها بتفضل بصله بشكل غريب. فبيعتذر لها وبيقول لها انه ما كانش قصده يضايقها، لكن هارو بيتضايق وبيقول جواه هو من المفروض يعتذر للتاني. وفجاه بتنده عليه ميري وهو سرحان بنفس الاسلوب، وبتقول له لو انتوا مش ناويين تمشوا ففي الحاله دي انا همشي واسيبكم. بالليل بياخدوها وبيمشوا. بيروح هارو الحانه مع رينتا وموجزو، بيقعد يتكلم معاه وبيقول انه مش هيقدر يتحمل البنت اللي اسمها مراي دي اكتر من كده. فبيحاول رينتا يغيظه علشان يتخانقوا زي كل مره، لكن هارو بيقول له انه مش فايله وخلاها مره تانية. بيفضل يفكر في اللي حصل طول اليوم وبيقول ان ميري زي ما كاكاوا وصفها بالظبط، فهي ما كانتش متعاونه معاهم تماما وما كانتش عايزه تحارب الجوبلين بنفسها. وده غير ان يومي وشهور كانوا متضايقين منهم بالفعل لانهم جابوا كاهن جديد بعد موت ميناتو، واللي زادوا غطى ان هم ما جابوش حد طبيعي، دول جابوا واحده تطلع عينيهم. المشكله ما كانتش في مقاتله الجوبلين وبس، ده حتى لما كانوا بيطلبوا منها ان هي تعالج جروحهم اثناء المعركه كانت بترفض. بتقول لهم ان دي جروح عبيطه ما تستاهلش ونشفوا كده واستحملوا شويه. واثناء الكلام بيقول انت برغم ان احنا محتاجين نشتري الشاره الرسميه علشان نكون جنود متطوعين، ولكن فجاه بيحس ان الموضوع ما بقاش مهم. فبيقول له هارو ايه المفاجاه الغريبه دي؟ انت كانك دخلت جوه دماغي وقرات افكاري. وفجاه واثناء ما كانوا بيتكلموا وشادين الهم بيوصل رينيجي للحانه، وبنلاقي ان شكله اتغير تماما وواضح عليه القوه. بيروح على الترابيزه اللي هارو واصحابه قاعدين عليها وبيسيب لهم عمله ذهبيه، وبيقول لهم ان سمع ان ميناتو مات ودي هديه علشانهم. بعدها بيمشي من غير ولا كلمه. فبيتصدموا كلهم لان العمله الذهبيه دي بتكلف حوالي 100 عمله فضيه، وده يعتبر مبلغ كبير وثروه تعيشهم فتره كبيره. ولكن برغم ده بياخد هارو العمله وبيرجعها له مره ثانيه وبيقول انه مش هيقدر يقبلها. فبياخد رينج العمله وبيمشي. بيتنهد موجزو بالراحه، ولكن رينتا بيتعصب على هارو اول لما بيرجع وبيقول له هو انت غبي؟ هو انت ازاي ترفض عمله الذهبيه؟ احنا كان ممكن نشتري بها الشارات الرسميه بكل سهوله. فبيقول له موجزو ان هم لو اشتروها بالشكل ده ميناتو مش هيكون فرحان اكيد. وبعد ما بيرجعوا السكن بيروح هارو يتكلم مع يومي وبيسالها اذا كانت زعلانه منه. فبتقول له هو انت عملت حاجه تزعلني؟ فبيقول لها ايوه ممكن لان ضميت ميري من غير ما استشيرك انت وشهورو. بيقول لها انا حاسس ان انا اتسرعت لما عملت كده. فبتفقد يومي اعصابها
وبتقول له انت غبي ومش فاهم حاجه، فدي غلطه الكل مش غلطتك لوحدك ولازم تاخد رايهم وما يحملش نفسه كل حاجه. بيقتنع هارو بكلامها لان ميناتو كان بيعمل كده وكانوا وقتها مجموعه واحده. لاول مره بيبدا هارو يعيط على فراق ميناتو مع يومي، وبعد ما بيهدى بيعتذر ليومي وبيقول لها انه كان بيتجاهلها هي وشهور واكيد الموضوع كان صعب عليهم، فبتقول ان هم كانوا حاسين بالوحده فعلا ولكن دلوقتي بقت احسن وهتحاول تتقبل ميري. وتاني يوم بيتجمع الفريق كامل وبيتكلموا عن ميري وبتقول يومي ان هي هتحاول تقرب منها هي وشهور، وبيتفق مجزي معاهم وبيقول لهم علشان تبقى تعالجنا بشكل كويس على الاقل. بس رينتا بيتعصب وبيقول ان ده مستحيل فهي مش ناويه تعمل ده، لكن هارو بيقول له ان حتى لو الموضوع صعب لكن هم محتاجين يلاقوا حل، وده لان الاصعب ان يفضلوا بالحل اللي هم فيه دلوقتي. وبتقول يومي ان حتى لو ميري بارده فهم ممكن يكونوا باردين معاهم كمان في التعامل وممكن تكون شخص كويس في الاخر. بيقتنع رينتا بكلامها وبعد كده بيروحوا يقابلوها وبيسلم هارو عليها بابتسامه، لكنها بتبص له بشكل غريب لدرجه ان هارو بدا يفقد الامل من البدايه. لكن فجاه ميري بترد عليه السلام وبتقول لهم يمشوا وهي هتيجي وراهم. في الطريق بتحاول يومي وشهور يتكلموا معاها وبيقربوا منها لكن كل ردودها كانت ناشفه وكانها مش عايزه تقرب منهم تماما. بيوصلوا بعد كده لمكان وحوش الجوبلين، فبيعمل لهم هارو خطه للهجوم وبيبداوا يقتلوا الوحوش، وبنلاحظ ان قوتهم زادت جامد لدرجه ان هم بيقتلوا مجموعه جوبلين مره واحده. وبعد ما بيخلصوا قتال بتروح ميري تعالج اصابه مجز لكن بترفض تعالج اصابه رينتا لانها عبيطه ومش مستاهله. هارو بعد ما كان حاسس ان في امل وانها اتغيرت شويه بيرجع يفقد الامل مره ثانيه، ولكن برغم ده بيحاول يتكلم معاها ويعرف اذا كان في حاجه خلتها تبقى بالشكل ده، لكنها بتهرب منه ومش بتقول له اي حاجه. بيحاول يقنعها انه محتاج يعرف ومش ناوي يتدخل في امورها الشخصيه، لكنهم محتاجين يتكلموا عن مسؤولياتهم وواجباتهم في المعركه. بتقول له لو شغلي مش عاجبك قول لي وانا همشي، ولما بيقول لها انا مش قصدي كده بتقول له خلاص يبقى فين المشكله. وللمره الثانيه مش بيعرف بطلنا انه يلاقي طريقه يتواصل بيها معاها. بتستمر ميري في تجاهلهم وحتى لما بتشوفهم متجمعين في الحانه بتتجاهلهم وبتقعد لوحدها، لكنهم بيلاحظوا ان في حد راح يتكلم معاها والشخص ده هو شينو زعيم فريق الاوريون. ولما بيرجعوا البيت بيفضل هارو يفكر في كل حاجه وبيقول ان الفريق بتاعهم ده محتاج قائد، وميناتو قبل ما يموت قال له ان هو بيثق فيه وده معناه انه لازم يقوم بالمهمه دي، ولكنه مش عايز لكنه بيحس فجاه ان ميناتو بيكلمه وبيشجعه فبيقرر ياخد المسؤوليه. ومن اليوم ده بيبدا يركز في طريقه هجوم كل واحد في الفريق علشان يعرف ايه نقاط ضعفه ونقاط قوته وكمان ايه الحاجات اللي هم محتاجينها علشان تساعدهم في القتال. بيلاحظ ان مجز محتاج خوذه علشان يحمي نفسه كويس فبيقرر يشاركوا في سعرها علشان يشتريها بسرعه كمان. واول لما باقي الفريق بيسمعوا الكلام ده بيقرروا كلهم يشاركوا معاه، وفجاه وهم ماشيين بيقابلوا وحش جوبلين بيقرب منهم. بتبدا ميري ان هي تحمي شروق، بيكتشف هارو ان هي مش ضعيفه وملهاش لازمه زي ما قالت لكنها مش عايزه تكون في المقدمه، هو كأن في حاجه منعها لكن من الواضح ان هي بدات تتغير واحده واحده غصب عنها. بعد ما بيخلصوا القتال بتقرر ميري ان هي تسيبهم وتمشي، فبيحاول هارو يقنعها ان هي تاكل معاهم ولكنها بترفض. بيبقى واضح ان هي متردده وانها كانت عايزه تاكل معاهم بس في حاجه بتمنعها، وكل الفريق بيكون ملاحظ ان هي بدات تتغير وبقت الطف. بيقرر هارو انه يروح يقابل شينو ويسالها عن ميري واذا كان في حاجه خلتها كده، وبياخد فرقته وبيروح يتكلم معاه فعلا. لكن شينو بيعرفهم انه مش هيعرف يقول حاجه لكن ممكن يعرفوا كل حاجه من واحد اسمه هايشي لانه كان معاهم في نفس المجموعه اللي ميري كانت فيها. بالفعل بيروح هايشي يتكلم معاهم وبيقول لهم ان هو وميري كانوا اصحاب من ساعه ما كانوا متطوعين متدربين زيهم كده. كان معاهم 3 اشخاص كمان في مجموعتهم وكان فريقهم ماشي بشكل كويس، ده حتى ان هم اشتروا الشارات بعد 10 ايام وبس، ما واجهوش اي مخاطر لحد ما بداوا يصطادوا الكوبرادو في احد المناجم. وكانت ميري في الوقت ده مبهجه ومشرقه جدا لدرجه ان مزاج الفريق ما تعكرش ولو لمره واحده. كانت بتعالجهم من اقل خدش وكانت بتجري تساعدهم اول لما بيتعرضوا للخطر وبتعمل شغل ال3 اشخاص لوحدها، ولكن بسبب فوزهم المستمر ثقتهم بنفسهم زادت وبقوا متكبرين. واول ما ظهرت مجموعه ثانيه حاولت تستولي على المنجم قرروا ينزلوا بشكل اعمق جواه. نزل للدور الخامس وهناك قابلوا عملاق الكوبرادو، وبرغم ان كان عندهم فرصه يهربوا منه لكن غرورهم منعهم، وفي النهايه 3 من الفريق بتاعهم اتصابوا اصابات خطيره وميري ما عرفتش تعالجهم. ما اتبقاش من الفريق غير هي وهو بس، لكنها شالت ذنب موت الكل وتحولت ميري للحاله اللي هي فيها حاليا. بيتصدم هارو لما بيسمع الكلام ده وبيحس بالعطف والشفقه ناحيتها، وبيكمل هيش كلامه وبيقول له ان بعد اللي حصل ده شينو اخدهم علشان ينضموا للفريق بتاع الاوريون. لكن ميري مشيت فورا، وعلى الرغم ان هي ما قالتش السبب لكن عيونها كانت كافيه توضح كل حاجه، وانها مش قادره تبص له بعد اللي حصل، فهي لما بتشوفه بتفتكر الماضي مش هتقدر ترجعه. بعد ما سابت فريق الاوريون بدات تتنقل من فرقه للثانيه وما كانتش بتفضل في اي واحده فيهم لفتره طويله، وكل الكلام اللي كان بيتقال عنها مختلف تماما عن ميري اللي كان يعرفها، وعشان كده بيطلب منهم ان هم يساعدوها. وبيكمل كلام معاهم وبيقول لهم ان هو جرب الم فقدان الصديق قبل كده زي ما هم جربوها قبل كده، وبيتمنى ان هم ما ينسوش الالم ده لان ده اللي هيخليهم يكملوا حياتهم، وبيطلب منهم يقدروا اصحابهم الحاليين لانهم مش هيرجعوا مره ثانيه. بعد ما بيسمعوا الحكايه من هيشي بيرجعوا كلهم للسكن، وبرغم ان الحكايه كانت مؤثره لكن رينتا ابن الخنزيره كان شايف ان هم ما لهمش ذنب في حاجه، ما لهمش ذنب ان عندها ماضي مؤلم ومش مضطر يعملها بلطف عشان السبب ده رغم كل اللي هي عملته معاهم. وبيقول لهارو ان هم كمان مروا بتجربه مؤلمه وصعبه ومش مضطرين يعتبروا حد كصديق لهم وهو مش معبرهم اساسا. فبتبدا شهور تعيط وبتقول لهم ان لما ميناتو مات كانت تجربه مؤلمه لهم كلهم، وبما انهم جربوا نفس الاحساس فهم لازم يتعاملوا معاها بلطف. بيتكلم هارو مع رينتا وبيقول ان هو قال بنفسه ان هم وميري جربوا نفس الشيء، وده معناه ان هم ما حاولوش يفهموها فهي كمان مش هتحاول تفهمهم، ولو ما اعتبروش ميري صاحبتهم فهي كمان مش هتفكر فيهم بانهم اصحابها. فبيقول له هل ده معناه ان انت كمان هتحاول تفهمني؟ انتوا كلكم كل مره بتتجاهلوا رايي. فبترد عليه يومي وبتقول له علشان انت بتقول دايما اراء غبيه وافكار اغبى. بتكمل يومي جدال
بيبدلها مع رينتا، الا هارو المره دي مش بيجادله وبياخد كلامه بجديه، وفعلا ما كانش متوقع ان ده احساس رينتا اصلا. بيقول في نفسه ان من الواضح ان مش ميري بس اللي ما كنتش واخد بالي منها، وعشان كده بيقرر يعتذر له وبيقول له ان من دلوقتي هيحاول ياخد باله من اللي بيقوله، وده لانه بيعتبره صديقه. فبيتفاجئ رينتا وبيحاول يتعامل بطبيعته وبيقول له طب خد بالك بعد كده يا غبي. بعدها بيقرر يمشي علشان يفكر هيشوف هيتعامل ازاي مع ميري لما يشوفها، بس قبل ما يمشي بيعتذر ليومي لانه دايما بيضايقها. وتاني يوم بيخرجوا كلهم للصيد، ولكن في البدايه بيروح هارو مع يومي لاستكشاف المكان وبيقابلوا واحد من الجوبلين. بيكتشف ان نفس الجوبلين اللي قتل ميناتو لانه كان معاه نفس الخنجر اللي وقع منهم قبل كده، وعلشان كده بيفقد هارو اعصابه. فجاه بيكون عايز يقوم يهاجمه، لكن لحسن الحظ يومي بتلحقه في اخر لحظه. فبيعتذر لها وبيقول لها انه بقى بيتصرف بالشكل غريب النهارده. بيقول لها خلينا نمشي ورا الجوبلين ده علشان نعرف مخباه فين هو وباقي اللي معاه. بعدها بيرجع لباقي فاروق بيقول لهم ان الجوبلين ده مش مستاهل يقتلوه، وبيطلب من ميري انه يتكلم معاها. فبتقول له لو عايز نسيب الفريق يا ريت تقول لي بسرعه علشان ما نضيعش وقت، ولكنه بيعتذر لها وبياخد باله ان هي قالت كده غالبا من تصرفات الكل معاها النهارده. فبعد ما كلهم سمعوا القصه بتاعتها امبارح ما كانوش عارفين يتعاملوا معاها ازاي، ومن الواضح ان ميري لاحظت ده وحضرت نفسها. لكن هارو بيقول لها انا عايزه تسمع حاجه، وبيقعد يحكي لها عن ميناتو وبيقول لها ان هو كان قائد رائع، كان بيعالجهم من اقل خدش، ده غير ان كان درعهم وبيحميهم، يعني كان اخد دور 3 اشخاص مع بعض لوحده، ولكن ما كانش بيشتكي. ويمكن ده اللي ما كانش مخليه ملاحظ انه شايل هم تقيل فعلا. ولكن في النهايه ميناتو مات، ولما مات كان شايف وقتها انه مستحيل يستمروا. بيكمل كلامه بيقول لها ان اللي اقصده في النهايه ما ينفعش حد يفضل عايش حياته من غير ما يعمل اي حاجه، وعشان كده قرروا يضموها لفريقهم، وده لانهم مش هيقدروا يعملوا حاجه من غير اي كاهن. كانوا متفرقين وميناتو هو اللي جمعهم في فريق وبقوا اصحاب مع بعض، وطول ما هم اصحاب طبيعي يحصل ما بينهم مشاكل وخناقات. فاللي احنا فيه ده طبيعي علشان احنا كمان بنبص لك كانك صديقه لينا. بتتاثر ميري بكلامه، وبعد ما بيخلصوا الصيد بيعرض عليها هارو ان هي تروح معاهم يشتروا خوذه المجز، لكنها بتعتذر. فبيطلب منها ان هي تنضم لهم على العشاء، ولكنها برضه بتعتذر. بتكون لسه هتبرر لهم ولكنها بتشكرهم، وبعدها بتسيبهم وبتجري. لكن بمرور الايام المسافه بينهم وبين ميري بدات تقل، وبدات هي كمان تتقرب منهم وتشاركهم الاكل، واستمروا هم كمان في قتل الجوبلين، لدرجه ان كل الناس في الحانه اطلقوا عليهم قاتلين الجوبلين وبقوا يعايروهم بالموضوع ده. لكن هارو ما كانش مهتم بالكلام ده لان هم بيقولوا الحقيقه في الاخر. ومع الوقت بدات ميري انها تنضم لهم في الحانه وكمان تشاركهم الشراب والكلام. وبعد عده معارك مع الجوبلين بدا هارو يميز بينهم في الشكل على عكس الاول تماما، وكمان اتعلم مهاره جديده زي انه يخفي صوت رجله. ومش هو بس اللي اتعلم حاجات جديده، فحتى شهور اتعلمت سحر بيخلي العدو ينام اثناء القتال. اما رينتا فتعلم تقنيه بتزود المسافه ما بينهم وما بين العدو علشان يهاجموا بشكل افضل. موكز اتعلم صرخه بتوقف العدو اللحظات. واخيرا يومي رجعت تستخدم القوس، ودقه تصويبها زادت عن الاول بكتير. وبالنسبه لميري فهي كانت كاهنه بمستوى اعلى منهم من البدايه، وعشان كده هارو كان بيحس بالراحه والاطمئنان طول ما هي موجوده. الغريب ان بطلنا هارو بدا يحس بنور غريب بيوجهه للمكان اللي المفروض يهاجم فيه، لكنه ما بيكونش عارف ايه النور ده بالظبط. ومع الوقت وزياده قوتهم وادواتهم بشكل ملحوظ قرروا اخيرا ان هم يهاجموا مقر الجوبلين اللي قتلوا ميناتو. وبسبب ده فضل هارو سهران طول الليل بيفكر في الموضوع وبيتكلم مع ميناتو في خياله، وبيقول ان نفسه يشوف اللي هم فيه دلوقتي. واثناء تفكيره بيدرك ان هو بطل يعد ايامه في المدينه دي، وكل اللي بقى مهتم بيه هو انه حاليا بقوا موجودين مع بعض كلهم، ومش مهم هم جايين منين ولا بقى لهم قد ايه هنا. تاني يوم بيتجمعوا كلهم قبل بدايه القتال، فبيطلب رينتا من هارو انه يقول لهم كلمه علشان يشجعهم وكده. فبيسالهم اذا كانوا ناموا كويس، فشويه منهم بيقولوا ايوه، لكن ميري بتقول له ان هي ما عرفتش تنام. فبيقول لها ان هو كمان ما عرفش ينام لانه طول الليل كان بيفكر في ميناتو. فبتساله ميري اذا كان هدي دلوقتي، فبيرد عليها وبيقول لها ان هو لو كان شاف الجوبلين اللي قتل ميناتو ده لوحده كان هاجم عليه من غير اي تفكير. بتقول له ميري انت مش لوحدك دلوقتي، فبيقول لها عندك حق، انتوا موجودين معايا وعشان كده خلونا نرجع كلنا عايشين من هناك. بيكمل كلامه وبيقول لهم ان احنا جربنا الم الموت قبل كده ومش مستعد ان احنا نجربه مره تانية. بتحس ميري بالضغط وبتقول ان هي كانت سابت اصحابها يموتوا قبل كده، فبيقول لها ان هم كمان سابوا الكاهن بتاعهم يموت واكيد مش هيسيبوا حد يموت مره تانية. ولما بتطمن بتقول لهم ان هي تحميهم المره دي ومش هتسيب اي حد من اصحابها يموت تاني. بينطلقوا بعد كده للقلعه اللي كانت مقر للجوبلين، وبيبداوا قتلهم واحد ورا التاني بخفه وسهوله. ولكن مع استمرار القتال كانت صعوبه المعركه بتزيد، وبيقدر الجوبلين يعرفوا اساليبهم، ده حتى بيعرفوا السحر وبيكتشفوا شهوره. بيتصاب الفريق اكتر من مره خلال القتال، ولكن بفضل سحر ميري بيرجعوا احسن من الاول وبيستمر القتال وبيساعدوا بعض. ولكن في اللحظه اللي بيكونوا فاكرين فيها ان هم تخلصوا من اخر الجوبلين، فجاه ميري بتصاب بسهم في ظهرها وبتاعه، وبيتكرر نفس المشهد اللي حصل مع ميناتو قبل كده. بس لحسن الحظ المره دي بياخدوا بالهم من اللي حصل بسرعه، وميري بتقول لهم ان هي تقدر تعالج جرحها. فبيروح هارو علشان يتخلص من الجوبلين اللعين اللي بيستخدم القوس ده، وبيطلع وراه فوق القلعه. فبيبدا الجوبلين يقتله بالخنجر اللي وقع منه وقت موت ميناتو. فبيتعصب هارو بيستمر القتال لحد ما بيتخلص منه تماما. وبكده يكون بطلنا هارو قضى على كل وحوش الجوبلين واخد طار ميناتو صاحبه. وبرغم ان هارو كان مستني اللحظه دي من بدري، لكنه دايما كان بيفكر يا ترى هيقول ايه وهيتصرف ازاي لما اللحظه دي تيجي. فبرغم ان الوقت اللي قضاه مع ميناتو كان قليل جدا، لكنه حس ان هم يعرفوا بعض من وقت طويل. فميناتو كان مرح وسهل التعامل معاه وذكي وبيقدر يعمل كل حاجه. كانوا كلهم بيعتمدوا عليه لدرجه ان هارو حس ان هو شخص مثالي وما فيهوش اي غلطه. بس للاسف الواقع مختلف، وعشان كده لما بيخلصوا مهمتهم بيروحوا كلهم يزوروا قبل ميناتو بعد ما كلهم حصلوا على الشرايط بتاعتهم علشان يبلغوا ان هم بقوا متطوعين رسميين. بيفضل هارو يتكلم معاه عن الايام اللي ما كانوش عارفين يشتروا فيها الشرايط بسبب قله الفلوس، وحتى ما كانوش عارفين يجيبوا اكل ولا هدوم.
هدوم. بيقول له ان دي مش اول مره يكون معاهم فلوس فيها، وكانوا ممكن يشتروا الشراط من بدري لكنهم قرروا يشتروا كل حاجه بعد ما يصفوا حسابهم وينتقموا له. بيعرفوا ان هم كمان اتشاركوا واشتروا له شاره معاهم، وبتقعد شهور تعيط قصاد قبره بعد كده، فبيسيبوها تاخد راحتها وبيمشوا كلهم، بس بتفضل يومي معاها. بيمشي هارو مع ميرو فبيسالها اذا كان الجرح بتاعها بخير، فبتقول ان هي عالجته بالسحر لكن برغم كده محتاجه تصلح هدومها، لكن للاسف السحر ما بيصلحهاش. بيفضلوا ماشيين ساكتين، فبتلاحظ ميري ان هارو مش مبسوط رغم انتقامه لصاحبه، فبتساله عن السبب. فبيقول لها ان المشاعر زي الهدوم بالظبط مش بتتصلح بالسحر، وبرغم ان هم عانوا كتير لما ميناتو مات لكن هي كمان خسرت ثلاثه من اصحابها. ولما بيفكر في ده بيتضايق، وبتتفاجئ ميري ان هو كان عارف، وبتساله هو انت كنت عارف فعلا؟ فبيعتذر لها وبيقول لها من الواضح ان انت ما كنتش عايزه تتكلمي في ده. ولكن المفاجاه ان ميري بتطلع اتغيرت فعلا، وبتقول له انت عندك حق، المشاعر مش بتتصلح بالسحر، لكن لما انت شاركتني المي ده خفف عني، وبعدها بتسيبه وبتمشي علشان ترجع بيتها وترتاح. وبما ان الابطال بتوعنا خلصوا القتال اللي كانوا مستنيينه، اتفقوا كلهم ياخدوا تاني يوم اجازه، فهم عملوا حاجات كتير الفتره اللي فاتت ومحتاجين يرتاحوا شويه. لكن بطلنا هارو كان حاسس باحساس غريب وكان محتار يعمل ايه، فهو كان ناسي الاحساس بتاع الاجازه ده وناسي بيتعمل فيه اصلا. وتاني يوم اول لما بيصحى بيخرج من الاوضه بيلاقي موجز صاحي قبله وبيعمل عيش، وبيقول له ان هو كان حاسس بالاضطراب ومش عارف يعمل ايه في الاجازه هو كمان. بيقول له ان انت صاحي من بدري وخرج، فبيتفاجئ هارو لما بيسمع ده، وبيقعد ياكل بعد كده مع موجز من العيش اللي كان عامله. بيشكره على تعبه بس بيقول له مفيش داعي انك تتعب نفسك في يوم الاجازه كمان، فبيقول له ان مفيش تعب، هو كان جعان اصلا. فبيرجع هارو يساله اذا كان يعرف رينتا راح فين، فبيقول له ان هو اخد الصناره وخرج. بيساله عن يومه وشهوره، فبيقول له ان هو لسه ما قابلهمش، فبيقول هارو انه ممكن يكون ناموا متاخر امبارح، وغالبا شهوره قعدت تتكلم مع يومي عن ميناتو لانها عيطت كتير امبارح. بعدها بيساله انت ناوي تعمل ايه انت كمان، فبيقول له موجز ان هو ناوي يروح يصلح العتاد بتاعه لانه اتضرر كتير بعد معركه امبارح، وحتى السلاح بتاعه هو كمان اتضرر علشان كده بعته يتصلح. فبيضحك هارو ضحكه خفيفه كده، وبعدها بيقول له ده يوم عادي كده مش اجازه. فبيرد عليه موجز بيقول له طب انت ناوي تعمل ايه؟ فبيفضل هارو ساكت شويه وبيكون محتار ومش عارف يرد يقول ايه، فبيكمل موجز كلامه وبيقول له ان هم هيتجمعوا بالليل في الحانه. بعد ما بيخلص هارو فطار بيخرج من البيت وبيقابل شهور وهي بتاكل الحمام، فبيقول لها انا ملاحظ ان انت بتحب الطيور، فبتقول له ان الموضوع بقى عاده مش اكتر. فبيقف يتكلم معاها بيقول لها ان المكان ده شافوه في غروب الشمس قبل كده كلهم مع بعض في مره، فبتفتكر شهور الذكريات بتاعه اليوم ده وبتفضل ساكته شويه. بس بعد كده بتتكلم وبتقول لهارو ان هي بتتطلع للشغل معاه، فبيتفاجئ هارو من تصرفاتها الغريبه دي وبيتوتر وبيقول لها هو انت ليه قلت كده؟ فبتقول له انا حسيت ان انا عايز اقول ده فقلته وخلاص. وبعد ما بيخلص هارو كلام معاها بيكمل جولته في المدينه، وبيلاقي نفسه رايح عند ميري اللي كانت قاعده بتقرا كتاب في الشرفه بتاعه المكان اللي عايشه فيه. فبتتفاجئ اول لما بتشوف هارو، بس بعد كده بتقول له يقعد، وبالفعل بيروح يقعد معاها. فبتقول له انها بتبات في المكان ده لانه ما بيدخلش غير سيداته بس. فبيتحرج هارو بيحس بالتوتر وبيكون عايز يمشي، لكنها بتقول له ان مفيش مشكله يفضل قاعد معاها في الشرفه. بيفضل قاعد معاها، وبعدها بتقول له لو ناويين يخرجوا من المسكن اللي هم فيه هتبقى تعرف يومي وشهور على المكان ده. فبيرد عليها وبيقول لها ان هم يفرحوا بيه، وبرغم ان هم اتعودوا على المسكن بتاعهم لكن في النهايه هيجي يوم ويمشوا منه. بتقول له ان المسكن ده بيرجع لها ذكريات قديمه، فلما ميري كانت ساكنه في المسكن كانت لسه مع الفريق القديم بتاعها اللي ما بقاش موجود دلوقتي. اليوم الغريب اللي ما بيكونش حد عارف يعمل فيه ايه ده بيعدي، وفي اخر اليوم بيتقابلوا في الحانه زي ما اتفقوا. وبيعرف هارو من كاكيكاوا ان مدينه دمارة فيها مشكله وبالشكل ده مش هيعرفوا يكملوا صوت فيها، فبيروح يتكلم مع باقي الفريق وبيقول لهم اللي سمعوا وما بيكونوش عارفين يعملوا ايه. فهارو اصلا كان مخطط انه يروح لمدينه زمورة تاني يوم، لكن انت بيقول له لو رحنا وما كسبناش حاجه فانت اللي هتتحمل مسؤوليه ده. بيقول له هارو اتحمل مسؤوليه ايه بالظبط؟ فبيرد عليه انت وبيقول له انه هيقسم نصيبهم ما بينهم هما الاثنين. بيقول له طب انا هعمل كده ليه؟ ما احنا لو ما كسبناش حاجه يا غبي انا مش هيكون ليا نصيب اصلا. فبيقترح موجز ان هما يغيروا المكان اللي بيصطادوا فيه، فبيتفاجئ هارو اللحظه وفجاه بيقول منجم سيرين، بس بعدها بيستوعب اللي قاله بيعتذر لهم وبيقول لهم انه كان بيكلم نفسه مش اكتر، لكن انت ما بيصدق يمسك في الكلمه وبيروح يحضنه بيقول له طب ما انت بتقول كلام حلو اهو. لكن يومي بترد بقى وبتقول له هل هنكون بخير؟ فانا سمعت ان منجم سيرين في وحوش التترا. فبيرد انت بحماسه بيقول لها ان الجايزه على رقبتهم 30 عمله ذهبيه. اما هارو فبيصلح المعلومه وبيقول لها اللي موجود هناك هم اديتس بيتو، ودي وحوش مختلفه تماما عن التترا. فبيقعدوا كلهم يفكروا في اللي اتقال، وبيكمل هارو بيقول لهم ان في اي حال من الاحوال هم محتاجين يغيروا مكان الصيد. وبيستقر الفريق بتاعنا اخيرا ان هم هيروحوا المنجم سيرين. بس فجاه ميري بتقوم وهي بتاخد نفسها بسرعه وكانها كانت بتجري وبتعتذر منهم وبتسيبهم وتمشي. فبيروح هارو وراها وهو بيجري هو كمان، واول لما بيوصل لها بتقعد ميري على الارض وبتعتذر له، فبيقول لها مفيش داعي انا اللي المفروض اعتذر. بيستوعب هارو ان هم لو راحوا للمنجم فكده ميري هتكون مضطره تروح للمكان اللي فقدت فيه اصحابها، وده شيء صعب ومؤلم جدا. فهم ذات نفسهم لحد دلوقتي لسه ما قربوش للمكان اللي ميناتو مات فيه ومش عايزين يروحوا المكان ده وعايزين ينسوه اصلا. بتقاطع ميري تفكيره وبتقول انها كانت فاكره انها مش هتحس بمشاعر سيئه لو جت سيره المنجم قصادها بعد كل الوقت اللي عدى ده، لكن من الواضح ان هي لسه حاسه بنفس المشاعر ولكنها لازم تتخطاها لانها لو فضلت كده مش هتقدر تكمل حياتها بشكل طبيعي. بتقول انا مش هعرف اتخطى المشاعر دي من غيركم، انتوا لازم تساعدوني. وفي النهايه بيقرروا كلهم يروحوا للمنجم، بس قبلها بيستعدوا كويس للمكان الجديد ده. بيروح هارو لنقابه اللصوص وبيدفع 50 عمله فضيه علشان يتعلم تقنيه سبايدر للهجوم المفاجئ، وبعد ما بيخلصوا استعداد بيتحركوا كلهم للمنجم سوا. اول لما بيدخلوا بيبداوا قتل الوحوش اللي هناك وبيستخدموا مهاراتهم الجديده. فمثلا يومي بتستخدم مهاره اصابه النجوم، اما هيرو فبيستخدم مهاره سبايدر اللي اتعلمها من النقابه. وان فجاه نرينتا بقى بيستخدم سحر الظلام وبيعمل تعويذات بتسبب للعدو
العدو الخوف وبتمنعه من التحكم في افعاله، ولكن بعد ما بيستخدمها من الواضح انها بتاثر على العقل هو مش على عقل الوحوش، وفي النهايه بيتخلصوا من كل الوحوش اللي كانت حواليهم وبيروحوا يشوفوا جثثهم. فبتتعرف ميري عليهم، بتشاور على الوحش اللي كان رينتا بيقتله وكان مصمم يتخلص منه، وبتقول له ان ده اسمه التلسمه، والوحش ده يعتبر تعويذه حظ للكوبورادو وكل الكوبورادو عندهم زيه. فبيتفاجئ هارو بيقول لها لكن الوحش مش باين عليه انه ليه قيمه، فبتقول ان الكوبورادو اللي بتعيش في المستوى الاول من المنجم بيتعاملوا زي الغرباء بين جموع الكوبورادو، هدومهم والبيئه بتاعتهم بتكون سيئه، وعلشان كده المتطوعين بيسموهم الكوبورادو المنحطين. رينتا بيقطع كلامه علشان الوقت وبيروح ياخد الغنايم، لكن هارو بيلاحظ ان هو بياخد الغنايم بعنف، وبرغم ان هو من جواه كان متضايق وشايف ان في طريقه افضل من كده علشان يجمع الغنائم، لكن ما اتكلمش ولا قال اي حاجه لرينتا. فهو فاهم بشكل او باخر ان هم يعتبروا غزاة بالنسبه للكوبورادو، وحتى لو حسوا بالذنب فده مش هيغير اي حاجه، لكن رينتا كان شايف ان حتى اللي قدامه لو فارسته فهو لازم يقدم له الاحترام على الاقل. المهم بيكملوا فطارهم في المنجم بعد كده، وبتقول لهم ميري ان المنجم ده فيه 10 مستويات، وان برضه وحوش الكوبورادو عندهم مستويات، ففي منهم المنحطين والعاديين وكمان الزعماء. واول لما بيوصلوا للمستوى الثاني بتقول لهم ان من هنا احنا في مساكن الكوبورادو العاديين، وبكده الجد يكون بدا. بالفعل اول ما بيبداوا يتمشوا بيسمعوا صوت صراخ وبيحسوا بالقلق، فبتقول لهم ان دايما بيصرخوا في الوقت ده والكوبورادو مش بيصحوا الا في حالات نادره. فبيكملوا طريقهم وفي الطريق بيقابلوا كوبورادو نايمين، فبيكون رينتا عايز يستغل الفرصه ويهجم عليهم وبكده يكون اخذ الغنائم بسهوله، لكن هارو بيتصدم وبيقول له هو انت شيطان يا ابني؟ فبيبتسم رينتا وبيقول له لا انا فارس ظلام، يعني بخدم ملك الظلام وفرسان الظلام كلهم بيؤمنوا ان هم سواسيه قصاد الموت، والقيم اللي احنا بنتبعها والاخلاق عكس اللي انتوا بتقولوه تماما. بيقول له احنا نبقى اغبياء لو كنا على وشك الموت ونقيد نفسنا بالقيم والحاجات الهبله دي، لكن هارو بيتجاهل كلامه وبيسيبه وبيمشي وبيروح يقاتل الكوبورادو اللي صاحيين. وبتستخدم شهور مهارتها الجديده وهي مهاره شادو بوند اللي بتقيد العدو وبتخليه مش قادر يتحرك وكأن رجله لازقه في الارض، ولكن تاثيرها بيقل لو العدو كان هاج، ومن الواضح لو العدو كان قوي فممكن يخرج منها بقوه. واثناء القتال بيشوف هارو الضوء اللي بيوجهه للمكان اللي يضرب فيه الوحش، فبيقرر يستغل الفرصه ويتحرك بخفه وبيروح يضرب الوحش ضربه واحده بيخلص عليه تماما. وبرغم ان هم بيخلصوا المستوى الثاني من غير اي مشاكل، لكن ميري بتحذرهم وبتقول لهم ان وحوش المستوى الثالث هيكونوا من الزعماء وانهم هيستخدموا استراتيجيات القتال، فبيقرر هارو ان هم يكتفوا باللي عملوه لحد دلوقتي ويروحوا ويرجعوا يوم تاني. ولكن بعد اليوم ده بيلاحظ هارو ان رينتا مش على وفاق معاهم كلهم، وبيقعد يفكر هيعمل ايه في المشكله دي واذا المفروض يسيبه ولا لا، فهو القائد دلوقتي نسبيا. بيقعد يفكر يا ترى ميناتو هيتصرف ازاي في المشكله دي، فرينتا كان بيسمع كلامه وحصلت له صدمه كبيره لما مات، وبيقعد يقارن ما بينه وما بين ميناتو. وفي الليل قبل ما يناموا بيطلب من رينتا انه يخرج يتكلم معاه، بالفعل بيخرج رينتا معاه، ورغم ان هارو كان عايز يكلمه ولكنه ما كانش عارف المفروض يقول ايه. وفجاه بيساله عن رايه في مجموعتهم، فبيقول له المجموعه هتفضل مجموعه ومفيش فيها اي حاجه مميزه. المهم انه بيعمل دوره بشكل كويس، واكبر دليل انه اثبت لهم النهارده انه يقدر يتعامل مع وحش لوحده، ورغم ان هارو بيقول له ان الموضوع كان هيبقى اسهل لو تعاونوا كلهم مع بعض، الا ان رينتا بيقول له ان ده مش دايما هيحصل بشكل كويس، فايه المانع انه يتخلص من اللي يقدر يتخلص منه. فبيحاول هارو يتمالك اعصابه، فهو في النهايه مش غلطان قوي ونوعا ما هو ساعدهم، ده غير انه فكر في المجموعه بطريقته الخاصه بعد موت ميناتو وانضمام ميري ليهم، وعلشان كده بيطلب منه يتكلم معاه لان في حاجات كتير مش هيعرفها غير لو قالها بنفسه، ده غير انه بيفهمه غلط كتير. لكن رينتا بيقول له حتى لو بتفهمني غلط او بتكرهني فده مش فارق معايا ولا متضايق، لاني مش مهتم بنعمه الصداقه بتاعتكم دي، في النهايه احنا مجموعه وكل اللي محتاجه منكم ان كل واحد يعمل اللي عليه وخلاص. بيحس هارو بالغضب ويقعد يفكر في كل اللي حصل لحد ما بينام بره، ولما بيصحى بيلاقي يومي مغطيه وبتتدرب على التصويب بالسكاكين، فبينبهر من قوتها وبيشكرها. بعد كده بيقوموا يروحوا يصطادوا مره ثانيه، وبتستخدم ميري سحر الضوء الجديد بتاعها على الاعداء وبتقدر تثبت العدو وتبطئ حركته، والحركه دي كانت بتساعد موجزو والباقيين في القتال. المشكله ان رينتا بيفضل يتجادل مع هارو اثناء القتال، بس بيخلصوا في النهايه المستوى الثالث وبينزلوا لحد المستوى الرابع. اول لما بيوصلوا بيكتشف ان هو مختلف تماما عن اللي قبله، وكان في حقل غريب كده مليان بالكوبورادو، ولكن ميري بتحذرهم، بتقول لهم لو حصل انذار شبه انذار الحريق هيخلي قتلهم صعب، وهيبقى من الافضل ان احنا نروح للمستوى الخامس على طول. بالفعل الانذار ده بيحصل لان رينتا بيلبس احد الحبال اللي موجوده هناك بالغلط، فبيتجمعوا الكوبورادو، بس المشكله ان ديت سبوت فجاه بيظهر، فبيحاولوا يستخبوا منه. ميري لما بتشوفه بتتوتر وما بتكونش عارفه تتحكم في نفسها، وبتبدا تسرح في ذكرياتها، لكن هارو بيفوقها. بيهربوا بيروحوا للمستوى الخامس، وبتقول لهم ان هي هتاخدهم لبئر لو عدوه، وقتها ممكن يرجعوا للمستوى الرابع مره ثانيه. الكل بيلاحظ مدى توترها وبيستوعب هارو ان فريقها القديم مات في المستوى ده، وبرغم تاثيرها باللي حصل الا انها بتوصلهم للبئر فعلا. بعدها بيتحركوا المعبد قريب منه اللي ما كانش فيه اي وحوش، وعشان كده بيرتاحوا فيه، بس فجاه بيسمعوا صوت حاجه، وبعدها بيلاقوا اصحاب ميري الثلاثه جايين يهجموا عليهم. ولو فاكرين وقت موت ميناتو، فالكاهن قال لهم ان لو حد مات لازم يدفن والا جثته هترجع تاني وهتكون تحت سيطره ملك اللا حياه، وده اللي حصل مع اصحاب ميري بالظبط. اول لما ميري بتشوفهم بتحاول تتكلم معاهم، ولكن بعد كده لما بتستوعب ان هم مش عايشين وبداوا يهاجموها، بتطلب من هارو ان هي تكون في المقدمه المره دي، فهي ممكن تعرف تشيل اللعنه من عليهم وتخليهم يرقدوا في سلام في الاخر. بالفعل بيخليها تتقدم وبيطلب من باقي الفريق ان هم يساعدوها ويقتلوا الباقيين، بس المشكله ان هم كانوا بيواجهوا صعوبه كبيره جدا لانهم بيقتلوا بشر زيهم، وغير كده ان هم اقوياء وبيستخدموا نفس تقنياتهم. بس ميري بتتقدم وسط النيران وبتروح عند واحد منهم وبتحرره من اللعنه وبتحضنه قبل ما يتحول لرماد، وبعدها بيكمل هارو والباقيين قتال مع الاثنين التانيين.
بتستغل ميري اي فرصه علشان تقرب منه وبتستخدم التعويذه بتاعتها وبتحول التاني لتراب برضه. بعدها بيروحوا لتالت واحد يتخلصوا من اللعنه بتاعته بنفس الطريقه، وبتقعد ميري تبص على التراب بتاعهم بعد ما اتخلصت منهم اخيرا، وبتقول له هارو والباقيين ان هي عملت اللي المفروض كانت تعمله وبتشكرهم على مساعدتهم. هو بسبب اللي حصل بيلاحظ كل الفريق مدى قوه الثلاث اشخاص اللي كانوا بيقاتلوهم، وعلشان كده بيقرروا يزودوا من قوتهم هم كمان ويتعلموا تقنيات وحركات اكتر. ولكن وهم قاعدين بيلاقوا الديد سبوت بيقتحم عليهم المكان وبيروح يهاجم هارو فجاه، ولكن لحسن الحظ هارو بيتفادى هجومه وبعدها بياخد الباقيين وبيخرجوا من المعبد علشان يهربوا. بس المشكله ان هم بيقابلوا وحوش كبرات في طريقهم وبتبدا تهجم عليهم، ولما بيحاولوا يتخلصوا منهم ويهربوا مش بيعرفوا لان عدد الوحوش بيكون كتير جدا. والوضع بقى اسوء لان الديد سبوت بيخرج معاهم هم كمان وبيحاول يحطم كل الحاجات اللي بيهربوا من خلالها. وفجاه اثناء الهروب بيكون هارو على وشك انه يقع وسط الوحوش، لكن رينتا بيمسكه. بيحاول هارو يقنعه يسيبه ويمشي، لكن رينتا مش بيوافق وبيقول ان لو مات فهم كمان هيكونوا في مشكله. بالفعل بيقدر هارو يطلع لمكان امن، بس اثناء ما كان رينتا رايح وراه فجاه بيهجم الديد سبوت على الطريق اللي ماشي فيه، وللاسف هارو مش بيقدر يلحقه وبيقع رينتا المره دي. هارو بيكون عايز ينقذه لكنه مش بيعرف بسبب هجوم الديد سبوت، ولكنه مش بيوافق يسيبه ويمشي. لكن رينتا بيقول له يمشي لان هو القائد بتاعهم، وبالفعل بيضطر هارو يمشي، لكن بيطلب منه انه يصمد لحد ما يرجعوا له مره ثانيه. بيطلع بعد كده الباقي الفريق وبيطلب من ميري انها تدله على بئر ثاني ينزلوا منه، ولكن اثناء ما هم بيتكلموا بتوصل الوحوش وبتهجم عليهم. فبتقول لميري ان من الافضل ان هم يروحوا للمستوى الثالث وهناك هينظموا نفسهم وياخدوا بئر ثاني ينزلهم بامان. واثناء طريقهم لهناك كان رينتا بيقاتل الوحوش اللي حواليه بكل شجاعه، فبيتجمع حواليه وحشين من الوحوش الاليفه وبيغطوا عليه علشان ما يعرفش الديد سبوت ان هو هناك. بيستدعي رينتا الفايز بتاعه علشان يعرف مكان الهروب، لكن الفايز بيقول له ده في احلامك، انت كده كده ميت. فجاه وهو قاعد بيروح واحد من الكبرات ناحيته فبيقتله بسرعه قبل ما يكشف مكانه، ولكن الديد سبوت بياخد باله من اللي حصل فبيهرب رينتا لمكان تاني. بس للاسف الديد سبوت بيوصل له مره ثانيه وبيكون على وشك ان هو يقتله. في الوقت ده بيوصل هارو مع باقي الفريق وبيبداوا يساعدوه يقتلوا الديد سبوت بنفسهم، وكل واحد فيهم بيستخدم اقوى هجوم عنده، وبيروح هارو ياخد رينتا بعيد وبيقفوا يقتلوا هما الاثنين مع بعض. بطريقه ما بيقدروا يحبسوا الديد سبوت في مكان حواليهم وبيقدروا يخرجوا كلهم، فبتروح ميري تعالج اصابات رينتا. بيروحوا كلهم يطمنوا ان هو بخير، وبيروح هارو يعمل لهم المكان وبعدها بيرجع علشان ياخدهم ويمشوا من المكان ده. بالفعل بيتحركوا علشان يرجعوا. اثناء رجوعهم بيفضل هارو يفكر في كلام رينتا بانه القائد، بس هو مش زي ميناتو، فهو عنده نقاط ضعف وفريق بيساعده علشان يتخلص منها، وهو ده دور الفريق في الاخر. وبرغم ان هو ما كانش عارف اذا كان بيقضي دوره على اكمل وجه ولا لا، ولكنه كانت اهم حاجه عنده ان الامور ماشيه كويس. وفجاه وهم في طريقهم للخروج بتنده عليه ميري وبتقول انها مش هتقدر تستخدم السحر بتاعها لشويه وقت، واقصى حاجه ممكن تعملها هي انها تستخدم مهاره واحده وبس. وعلشان كده كانوا بيحاولوا يخرجوا من غير اي قتال حتى لو مع الكبارود المنحطين، بس الصدمه ان الديد سبوت بيجي وراهم على طول الطريق، فبيحاولوا يقتلوه رغم ان طاقتهم خلصت. فبتحذرهم ميري وبتقول لهم ان الوحش ده طاقته بتزداد وقوته لما بيتصاب، وفجاه طاقتهم كلها بتخلص وبيكون هارو الوحيد اللي واقف قصاده وبيقعد يفكر يتصرف ازاي، وعلشان كده بيقرر يضحي بنفسه ويستمر في قتاله ويخلي اصحابه كلهم يهربوا. فجاه بيقع الديد سبوت من البير فبتحاول ميري تنزل وراه، لكن رينتا بيمنعها وبيصرخ بعدها في هارو بيقول له بلاش تستسلم. فهارو رغم الاصابات الشديده اللي كانت عنده بيفوق بسبب كلام رينتا وبيقول له ان هو عنده حق، فهو لازم يقاتل لاخر لحظه. ففي العالم ده يا اما تقتل يا اما تتقتل. والغريب ان فجاه بيشوف النور اللي بيخليه يعرف الاماكن اللي المفروض يهاجم فيها على الاعداء، وبيحس كده ان الديد سبوت بيتحرك ببطء، فبيبدا يتتبع النور اللي هو شايفه. بيهاجم الديد سبوت في عينه وبعدها بيضرب السيف المكسور بتاع موجز اللي كان الديد سبوت ماسكه في ايده بعد ما ضربه، والضربه دي بتسيبه في جسمه وبالشكل ده بيقضي عليه. بعد كده بيفقد هارو الوعي وبيقع هو والديد سبوت في نفس الوقت، وفجاه بيصحى من النوم وبيشوف ميري قصاده ولكنه ما بيكونش مستوعب ان هو لسه عايش. بيقول لها وانا دخلت الجنه، فبتضحك ميري على كلامه وبعدها بترحب برجوعه. فبيخرج معاها هي وباقي الفريق وبيلاقي موجز محضر لهم اكل كالعاده، فبيقعد ياكل معاهم وبيسالهم ايه اللي حصل للديد سبوت. فبتتفاجئ شروق بتقول له هو انت مش فاكر فعلا. بعدها بيخرج رينتا كيس مليان عملات ذهبيه وبيرميه ناحيته وبيقول له ان انت قتلته قبل ما تفقد الوعي. بتقول له يوم ان رينتا كان مصمم ما يقسمش الجايزه غير لما تقوم من النوم لان انت القائد. فبيبص لهم بدهشه بيقول لهم هو رينتا اللي قال كده. بيقعدوا كلهم يتكلموا عن اللي حصل وكل واحد فيهم هيعمل ايه بعد كده من ناحيه زياده قوته والادوات اللي هو محتاجها. بيروحوا الحانه كلهم وبيلاقي الكل بيحتفل بانجاز هارو اللي عمله، وبيروح رينج يعتذر له على اللي عمله معاه وقت موت ميناتو. بيقول له انه ما كانش عارف يتقبل فكره موته مش اكتر وتصرف بشكل غلط، فبيبتسم هارو وبيشكره. وبعدها رينتا من الفرحه بيقول لكل الموجودين ان الشراب هيكون على حسابه المره دي. وتاني يوم بيروح هارو عند قبر ميناتو وبيتكلم معاه. بيقول له ان المره دي علشان نفسه يساله يعرف اذا كان الموضوع صعب عليه لما كان قائد ولا لا. فبيحس هارو ان ميناتو واقف قصاده بيقول له ان طوله زاد، فبيتفاجئ وبعدها بيقول لنفسه ان ده طبيعي، فانا امبارح مش زي النهارده وعندي فضول اشوف بكره نفسي هبقى عامل ازاي، وعلشان كده شكلي هستمر في الحياه دي يا ميناتو وهبقى اجي ازورك من وقت للتاني. وبس يا سيدي ما تنساش تصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وتدعي لاخواتنا فلسطين بالنصر العاجل. واشوفكم الفيديو الجاي. سبحان الله وبحمده، سبحان ربي العظيم، وسلام.